يقول السائل: ممكن مثال على الشهوة التي تفسد الصلاة؟ احنا كنا في المحاضرة بنقول ان بعض الشهوات تفسد الصلاة. زي ايه؟ زي ان واحد مثلا عنده علاقة محرمة في حياته بينه وبين امرأة، او بينها وبين رجل، والعلاقة محرمة. يعني ايه؟ العلاقة مش في الاطار الشرعي اللي ربنا سبحانه وتعالى سمح به، وبناء عليه هو او هي بيغلط، وفي نفس الوقت هو بيحب ربنا سبحانه وتعالى فبيقبل عليه. طيب، الذنب بيحركني. لو انا هقول ان انا عندي طريق اسمه الصراط المستقيم، لو مشيت قدام اوصل لربنا سبحانه وتعالى والجنة، لو تراجعت لورا او سبت ومشيت اروح فين؟ اروح السكة التانية. طيب، هو بيعمل ايه؟ هو بيعمل اعمال يتقدم بها للامام، وبيعمل اعمال مصر عليها هي بترجعه لورا. طيب، السؤال بقى: قلب الشخص ده أخباره إيه؟ يرد عليه الواردين، وارد الخير ووارد الشر. ده اسمه إيه؟ اسمه التخليط. ده اسمه التخليط، وليس أضر على قلب من يسير في طريق التعافي من التخليط. ليس أضر على من يسير في طريق التعافي من التخليط. زي بالظبط كده اللي بياخد مضاد حيوي عشان خاطر يخف، فياخد واحد ويفوت الميعاد التاني، وبعد كده ياخد علاج تاني ويوقف ده، وبعد كده يرجع له تاني. ده بيبوظ جسمه، بيبوظ العلاج، بيبوظ الروشتة. فواحد عايز يتقدم، قلبه يكون حاضر في الصلاة، وأنا قلبي بيتأثر في حياتي كلها بكل أفعالي وأقوالي والحاجات اللي بسمعها، بيتأثر بكل حاجة. فأنا لما بصلي أنا مش ببقى دلوقتي وحدة مستقلة، لا، أنا نفس الشخص اللي كان بيدخل قلبه واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، سواء خير أو شر، بعد كده هيروح يقف قدام ربنا سبحانه وتعالى بالحاجات دي. فلو الحاجات دي بتنظف وتهيئ القلب لاستحضار المعاني واستجلاب الأنوار والرقي في المقامات، يبقى أنا هأدي وأقيم صلاة حية صحيحة سليمة أرتقي بها. إنما لو أنا في قلبي ذنب معين شهواني بعمله بجوارحي، وكمان أنا قلبي متعلق بيه، بدليل إن أنا لما بقول له بطل هذه العلاقة المحرمة مثلا، طبعا ده من باب ضرب المثال، يعني بطل هذه العلاقة المحرمة، يفضل يقول لي مش قادر وما اعرفش وقلبي بيوجعني وبيعمل لي، فهو تعلق بها رغم معرفة أن هذا حرام. فعنده دلوقتي ضعف إيماني شديد، وتعلق بالذنب اللي هو في اتجاه غير اتجاه اللي هو عايز يمشي فيه. فمهما توجه وعافر عشان يمشي في الاتجاه ده، كأنه رابط نفسه بحبل فيه الاتجاه المخالف، ما يعرفش يرتقي. غير إن كثير من المعاني لن يتقبلها القلب. ليه؟ لأن قلبه فيه أمور ما ينفعش مع وجودها تستقبل هذه المعاني الراقية. مش هتعرف تتفهم وتستشعر هذه الدرجة من الخشية. ليه؟ ما عاشهاش، بل عامل حاجة تمنعه من الوصول إلى هذه الدرجة من الخشية، وهذه الدرجة من المحبة، وهذه الدرجة من الرقي في المقامات. فاهم؟ فيبقى مش مجرد ذنب، لا، ده ذنب يشتهيه، مصر عليه، بيرجعه لورا، فبيؤثر على كل حاجة في حياته. وعلى رأس هذه الأمور الصلاة. الصلاة. فنسأل الله عز وجل أن يسلمنا، ونسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوبة، ويرزقنا العزم على تنظيف القلب من كل شهوة تخالف شرع الله عز وجل.